المنتخب المغربي على موعد مع واحد من أصعب وأقوى المباريات في كأس العالم. مواجهة من العيار الثقيل قدام المنتخب الفرنسي. فرنسا داخلة لهذه المباراة وهي من أكبر المرشحين للفوز باللقب. عندها واحد من أقوى الخطوط الهجومية في العالم، وعندها أسماء قادرة تحسم المباريات من نصف فرصة. ولكن المغرب حتى هو ما وصلش لهذا الدور بالصدفة. وسود الأطلس ثبتوا أنهم منتخب ما كيخافش من الأسماء الكبيرة، ووصلوا بفضل الانضباط التكتيكي، الشخصية القوية، والروح القتالية اللي ولات علامة مغربية معروفة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على المفاتيح الفوز ديال المنتخب المغربي، كيفاش نوقفوا مبابي، كيفاش نحدوا من الخطورة ديال أوليسي، كيفاش نستغلوا المساحات وراء كوندي، وكيفاش نكسروا الضغط الفرنسي. وغادي نهضروا حتى على التحكيم، ولكن الرسالة واضحة من البداية: المغرب خاصو يحسمها فوق الأرضية ديال الميدان، بالتركيز وبالهدوء وبالفعالية. من بعد الجدل التحكيمي اللي شفناه في بعض المباريات هذا المونديال، طبيعي من الجمهور المغربي يكون قلق شوية، خصوصا أن ذكريات نصف نهائي 2022 ضد فرنسا مازال فيها نقاش كبير. بزاف ديال المغاربة مازال كيفكروا في بعض اللقطات اللي اعتبروها مؤثرة، وكيتمنوا هاد المرة يكون التحكيم واضح وعادل، والنتيجة تحسم فقط فوق الميدان. الحكم ديال مباراة المغرب وفرنسا هو الأرجنتيني فاكوندو تيلو، حكم معروف بالشخصية القوية ديالو، وما كيترددش في إخراج البطاقات إلا خرجت المباراة على السيطرة. لذلك لاعبي المنتخب المغربي خاصهم يتحكموا في الأعصاب ديالهم، يتفادوا الاحتجاجات المبالغ فيها، وما يدخلوش في صراعات جانبية. أي إنذار مجاني في مباراة بحال هادي يقدر يكلف بزاف. المغرب خاصو يركز على الكرة فقط، يخلي الأداء هو اللي يهدر. وأحسن رد على أي ضغط تحكيمي هو أنك تلعب بذكاء وتحط الكرة في الشبكة. أول مفتاح مهم باش المنتخب المغربي يوقف فرنسا هو التماسك ما بين الخطوط، خصوصا ما بين خط الوسط وخط الدفاع. فرنسا ما كتربحش غير بالسرعة ديال مبابي أو المهارات الفردية، كتربح لأنها كتلقى المساحات ما بين اللاعبين، وكتعرف كيفاش تستغلها بسرعة. هنا كيبان الدور ديال ميغيل أوليسي، اللي كيتعتبر واحد من العقول الهجومية ديال فرنسا. أوليسي ما كيبقاش ثابت، كيهبط يطلب الكرة، كيدخل ما بين الارتكاز والقلوب الدفاع، ومرات كيميل للأطراف باش يخلق التفوق العددي. إلا عطيتيه الوقت يستلم ويرفع الراس ديالو، يقدر بتمريرة وحدة يخرج لك 3 ديال اللاعبين و4 ديال اللاعبين من اللعبة. لذلك المغرب خاصو يقرب الخطوط ويخلي الوسط قريب من الدفاع، والضغط عليه يكون جماعي ومنظم، ماشي لاعب واحد يخرج يجري وراه ويخلي بلاصتو فارغة. إلى المغرب سد المنطقة ما بين الخطوط، فرنسا غادي يبقى عندها حل واحد: تلعب على الأطراف أو الكرات الطويلة، وهنا الخطورة ديالها غيتنقص بزاف. وحدة من أهم النقاط اللي خاص المغرب يستغلها هي المساحات اللي كتبقى وراء كوندي. ملي كيتقدم الهجوم، كوندي ما كيبقاش غير ظهير دفاعي، بل كيتحول لجناح إضافي. ملي فرنسا كتستحوذ على الكرة، كيطلع بزاف، كيساعد في البناء، وكيخلق التفوق العددي مع أوليسي وديمبيلي. هادشي كيعاون فرنسا هجوميا، ولكن في نفس الوقت كيخلي الجهة ديالو مكشوفة ملي كتضيع الكرة. هنا خاص المغرب يكون سريع في التحول، أول تمريرة من بعد الافتكاك الكرة خاصها تكون دقيقة وسريعة نحو المساحة اللي خلاها كوندي. رحيمي يقدر يستغل هاد المساحات بذكاء، التحرك بدون كرة، وشمس الدين طالبي يقدر يعطي السرعة والمهارات في هاد الجهة، وإبراهيم دياز يقدر يكون مفتاح بالتمريرات الحاسمة. إلى المغرب ضرب هاد الجهة بسرعة، غادي يجبر كوندي يفكر 2 مرات قبل ما يطلع، وهادشي مكسب تكتيكي كبير. فرنسا من بعد ما كتضيع الكرة ما كترجعش مباشرة للدفاع، بل كتضغط بقوة باش تسترجعها في ثواني قليلة. هاد الضغط العكسي خطير بزاف، لأنه إلا فقدتي الكرة قريبة من المرمى ديالك، فرنسا تقدر تصنع فرصة بلا ما تحتاج تبني هجمة طويلة. الضغط كيجي من مبابي وليسي ديمبيلي،
وحتى لاعبي الوسط كيطلعوا باش يساندوا ويسدوا الزوايا ديال التمرير. لذلك المغرب خاصو يكون هادئ وما يطيحش في هذا الفخ ديال الكرات الطويلة العشوائية أو الاحتفاظ الزائد بالكرة. أول تمريرة بعد الافتكاك الكرة هي المفتاح. إلا كانت دقيقة وسريعة غادي تكسر أول موجة ضغط، ومن بعدها غادي تظهر المساحات الكبيرة لأن فرنسا كتكون طالعة للقدام. هنا الدور ديال أناحي العناوي بوعدي وبونو مهم بزاف. خاص لاعبي الوسط يتحركوا ويعطيو حلول، وبونو يستغل الجودة ديالو بالقدمين باش يخرج الكرة بذكاء. باش المغرب يقصي فرنسا ماشي ضروري يخلق 10 ديال الفرص، ولكن ضروري يكون فعال قدام المرمى. ضد منتخب بحال فرنسا وبحجم ديال فرنسا ممكن تجيك فرصة وحدة أو جوج، وخاصك تستغلها بأفضل طريقة. فرنسا منتخب معروف لأنه كيعاقب من أنصاف الفرص، لذلك المغرب ما عندوش رفاهية ديال تضييع الفرص السهلة. هنا كيجي الدور ديال المهاجمين والأجنحة ولاعبي الوسط. رحيمي خاصو يكون حاضر داخل المنطقة، براهيم دياز خاصو ياخد القرار الصحيح في آخر تمريرة أو تسديدة، وناحي والخنوس خاصهم يكونوا هادئين في الثلث الأخير ديال الملعب. وحتى حكيمي إلا طلع للهجوم خاصو يستغل اللحظة. الفعالية ماشي غير في التسجيل، الفعالية هي تختار الحل الصحيح: تمريرة، تسديدة، ربح خطأ أو استغلال كرة ثابتة. والكرة الثابتة ممكن تكون سلاح كبير، لأن مباراة بحال هادي تقدر تحسمها ركنية أو مخالفة جانبية. المغرب قادر يربح إلى لعب بالعقل. مباراة المغرب وفرنسا غتكون مباراة ديال التفاصيل الصغيرة. الحكم مهم، ولكن ما خاصوش يكون العنوان الأكبر. مبابي خطير، ولكن يقدر يتوقف بالتنظيم الجماعي. أوليسي عقل فرنسا، ولكن يقدر يتخنق إلى المغرب قرب الخطوط وسد المساحات. كوندي كيعطي فرنسا حلول هجومية، ولكن المساحة اللي كيخليها وراه ممكن تكون مفتاح كبير للمغرب. والضغط الفرنسي قوي، ولكن إلا المغرب كسر أول موجة الضغط غادي يلقى مساحات خطيرة. الشرط الأساسي هو الهدوء، التركيز، الانضباط والفعالية قدام المرمى. أنا عندي إحساس أن المنتخب المغربي قادر يديرها، ولكن خاصو يلعب بالعقل وما يسقطش في فخ العصبية. دابا السؤال ليكم: شنو هو المفتاح الحقيقي للفوز؟ توقيف مبابي، استغلال ظهر كوندي، ولا الفعالية قدام المرمى؟ اكتبوا لي توقعاتكم للنتيجة وشكون ممكن يكون رجل المباراة.